البت بتقول في بالك ايه اللي جاب العمدة فجأة وانا لسه كنت عنده. ينقطع لساني لو قلتها او حتى فكرت فيها. دي الدار ده موارد. بصراحة انا زعلان منك وجاي عاتبك. زعلان مناني؟ دي تبقى واجعة كبيرة قوي، وبرضو عتابك على راسي من فوق، بس الاول تاخد واجبك. فتح الله في عزبة السخاوي ليه؟ تلاقيه راح يصالح الست خضر. ستك خضرة ما راحتش بيت ابوها غضبانة، راحت برضا العمدة. تلاقيه راح يزور. يزور مين يا ام جويك؟ اسم الله عليك يا ست الحاج، هو ليه مين غير دار خاله الحاج عبد الرحمن؟ ليه الكل؟ كل بيت في بشنين والبلاد اللي حواليه بيته. معلوم يا ست الحاج، ما تاخذنيش، انت عارفه يعني ان انا حماره وفهم على قدي. يبقى ما تحجليش في ارض ما تعرفيهاش، ها؟ وانكتمي بقى. ودينا خدنا واجبنا. تشكر يا ابو الحاج. الشكر لله يا ابني. ابني اول مرة تقولها لي. معلوم، ما انت في دور ابني بشير، وكنتوا رفقة لعب وعلام. بشير هو فيه زي بشير؟ الأراضيه فين دلوقتي؟ اخر كلام وصلنا منه جانا يوم الجمعة اللي فاتت في جواب بيقول فيه ان هو مبسوط قوي في الشام، وقال ايه عايزنا نزوره. وقالوا يا ابو الحاج سمعنا كتير عن بلاد الشام وجمالها وطيبة أهلها، وإن شاء الله ربنا يقدرك وتسافر أنت والحجة وجعفر وحماد كمان. ايه يا عمدة، لما ربنا يبقى يفك أسرهم الأول. وإيه اللي ناقص تاني؟ قصدك ايه يا عمدة؟ قصدي باين لما تتفق مع المنصر وهتدفع لهم الحلوان، يبقى ايه اللي ناقص تاني؟ أو كلام يا عمدة، من امتى المجرمين دول كان لهم كلمة ولا حتى بيوافقوا عهد؟ مش مقامك يا شيخ البلد ولا يليق لكش. وايه ده يا عمدة؟ شغل اللوع واللف والدوران. عيب يا فتح الله، عيب. واذا كنت انت العمدة فاني شيخ البلد، والكلام بينا لازم يبقى بالادب وموزون. واوعى تفتكر عشان انت في داري هسيبك تقول اللي تقوله من غير ما ارد عليك. الدار مش دارك يا شيخ البلد، وكل دار في زمان بشنين تبقى دار العمدة. ده سلو جديد ولا مطلوع طلعت فيه من دماغك؟ احسبها زي ما تحسبها، لكن الخلاصة انك ما راعيتش الاصول ولا مسؤولية مشيخة البلد، لانك جتني وطلبت مني ادور لك على ابنك وابن اخوك، وانا وعدتك وطلقت الغفر في براري البلد علشان يلموا المجرمين وولاد الليل عشان يجيبوا لك ولادك وولاد اي حد تاني غيرك. لكن انت في نفس ذات الوقت سرقت الود وضايفت واحد من المجرمين واتفقت معاه على الحلوان والبهايم اللي هتسلمها لهم في سوق الحمول، وما خرجش من ايدك انك تجيني وتقول لي معلش يا عمدة ده انا غالي، قلبي وكلنا على الجدعين ومغصوب اتفق مع المنصر عشان ارجعهم. كنت هتهاودني يا عمدة؟ ده موضوع تاني، هاودك ولا لا مسوية بعض، لكن كان المفروض اعرف ومنك انت. هو اللي حصل بقى ومش هيحصل تاني. ده وعد ولا انذار يا عمدة؟ الخلاصة اني مش هقولها تاني. شرفت يا حسين. قبل ما تقولها انا ماشي يا سخاوي. وادي عدوتة شيخ البلد يا حجي. الحكاية ما كانتش حابة يا فتح الله. لازم يا أمي. انا ما احبش حد يعمل حاجة من ورايا من غير معرفتي وموافقتي. الحاج يونس من عمر ابوك الله يرحمه، وكان شيخ بلد برضه في زمن العمدة اللي فات الحاج صادق، وعمره ما تعارك معاه ولا قال له كلمة تزعله، سمعته زي الفل والناس كلها بتحبه. ايوه يا أمه، بس ايه كلامك كتير ده؟ انت ما نسيتيش ولا ايه؟ ما نسيتش ايه يا فتح الله؟ يعني الكلام اللي لما وعيت على الدنيا سمعته، اللي كان ابويا بينقرصك بيه لما يعوز عكسك ويصغدنا انا ويضحك هو. كلام ايه اللي تقصده؟
لو كنت فاكر قولهولي. خطوبتك من الحاج يونس وقراية فتحتك عليه، وحتى ابويا وهو كانوا بيتخانقوا عليك. ايه يما ما قلتيش كلمه؟ يحرم على لساني يخاطب لسانك 3 ايام. صادق مش زي فتح الله يا ابو بشير. صادق كان لين ومهاود، انما فتح الله شايف نفسه. هو صحيح صغير، والناس اول ما ركب الدوار كانوا مستجلين بيه، لكن جوام ظهر على حقيقته، واعي وحويط ودماغه ناشفه. والله يا حجة أنا عمري ما تصرفت في حاجة تضر المصلحة العمومية سياسة العمودية. ده أنا كل همي الجدعين اللي غايبين، وقلت إن دي مشكلتي أنا وأني اللي لازم أحلها. أدي كل الحكاية. عارفه يا حاج، واني قلبي حاسس اني هشوفهم عن قريب باذن الله. صحيح يا سيدي الحاج. السلام عليكم يا عمدة بلدنا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا. اهلا بيك يا اهلا وسهلا، دي خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. عز مقدارك يا ام العمده. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي استريحي. يريح بالك دايما يا حاج. ما تأخذنيش إذا كنت طبيت عليكي كده فجأة من غير إحم ولا دستور. الحاج يونس لما رجعت السخاوية وقال إنه جاي يستنجد بالعمدة عشان ولادنا اللي مسكوهم الإنجليز، قلت له رجلي قبل رجلك، أني رايحة للحاج الكبير. تنوري الدار وكل اللي فيه حبايبي. ده العشم يا حبيبي. أني جاي أقول لك إن حماد وجعفر ولادك زي شاهر وعبد الله، وما يرضكيش نسيبهم في ايدين الكفر. الاخبار وصلتنا كلنا في نفس الوقت يا حج، واني شخصيا اتفاجأت. اخر حاجه تخطر على بالي ان الانجليز هوبوا نواحينا. وهم هاوبوا. تقدر تقول لي هنعمل ايه بقى؟ شور علي. اشور عليك. احنا اللي جايين نسألك يا عمدة، انت الحكومة. أنا عمدة تبع الحكومة المصرية وماليش دخل بالإنجليز. كتر خيرك. بينا يا رجالة، العمدة بيقول إنه مالوش صالح بالإنجليز. بينا ندور عليهم ونشوف متواهم، يمكن يحنوا علينا ويرجعوا لنا أولادنا. الكلام ده مالكش بيك يا شيخ يونس. أنا كنت فاكرك فاهم في السياسة وعارف إن الإنجليز حماية وسلطة، وإن ما حدش يقدر يكلمهم غير السلطان حسين ورئيس الوزراء. منك نستفيد يا عمدة. يظهر إن الكام يوم اللي أنت قضيتهم في المحروسة خلوك تعرف إزاي تتكلم مع على العموم أنا مش هسكت، واللي أقدر عليه هعمله. أنا مش عارف أعمل إيه، وأنا العمدة يعني الحكومة، يعني الأرض وكافة مصالح الخلق أمانة في رقبتي، لازم أرعاها وأحافظ عليها. ما هو مش معقولة يعني شوية شبان يتخطفوا وأفضل واقف أهز في كتافي وأقول ماليش صالح، حتى لو اللي خطفوهم المنصر ولا أولاد الليل ولا حتى الإنجليز. أنا لازم أتحرك، لازم أهل البلد يحسوا إن العمدة واقف وبيعمل اللي عليه. مش كده ولا إيه يما؟ أما رد علي. طب أنا بفكر أنزل المحروسة، قابل لطيف بيه والبرنس يلمص وأخليهم يتوسطوا عند السلطة الإنجليزية. إيه رأيك؟ يا أنت لسه مخصماني؟ أنا حجيت نفسي ليكي وحبيت على راسك وإيديكي كمان. يما ما كانش سؤال سألته. أما أنا محتاج لك، أحب على راسك تاني وإيدك كمان. استغفر الله العظيم، هصوم 3 ايام عشان خاطرك. أنت عارفة أنا لما بتزنق ما بلاقيش حد أروح له غيرك. ايوه، والزنقه المره دي كبيره قوي. طب دبريني، قولي لي أعمل إيه؟ انا من ساعه ما جاتني الحاجه روضه ووجعت في عرضي وانا ما بطلتش تفكير. وكما فيش غير الحل اللي قلت عليه. انك تروح المحروسه؟ أيوه. لا يا فتح الله، المحروسه بعيده، وبعدين الناس في البلد هنا مش هيعرفوا انت هتعمل ايه. هيقولوا
انك رايح تتفسح ولا رايح تشوف جماعتك الجداد، وراجع ايد ورا وايد قدام. ازاي يابا؟ أنا مش راجع بشنين غير لما الشباب كلهم يرجعوا بيوتهم. ودي تضمنها ازاي؟ من ما الموضوع سهل على بقول لك ايه، ما تضحكش على روحك. اهل البلد لازم يشوفوا كل حاجه بعينهم. هنعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. انت تاخد الجماعه كلهم بربطه المعلم وتنزلوا على طنطا وتقابلوا المسؤولين هناك، وتبقى كده على عينك يا تاجر، وربنا يعمل اللي فيه الخير. والله الحاجة ام العمدة دي بتفهم في السياسة ولا الملكة فيكتوريا في زمانها. يعني عجبك رأيها يا مولانا؟ معلوم، لأن اللي يعرفوه الأهالي هنا هو المهم. حتى لو ما وصلناش لنتيجة يبقى شافوا بعينيهم إنك عملت اللي عليك. بس كده بقى نكملها. نكملها؟ هي إيه اللي نكملها يا عمدة؟ خطة الملكة فيكتوريا، بدل منزل طنطا لوحدي تنزلوا معايا انتوا الاثنين. انت شيخ الجامع والحاج يونس شيخ البلد. ادخل. وفد عيان بشنين مركز الحمول براري. خليهم يتفضلوا. الحكاية زي ما قلت لسعادتك خطرة جدا، والأهالي وسطهم حالة كده عاوزين نوصلها للباشا مدير المديرية. الباشا مدير المديرية في مأمورية في الخارج. ده بقى الموضوع اللي انت جاي تقوله لي يا عمدة؟ لو قلت لي بلدك اسمها ايه؟ بشنين. بشنين مركز الحمول. البراري يقصد يعني. الا بصحيح ايه اللي وداهم هناك؟ تقصد الانجليز؟ شوف يا عمدة، وانت يا شيخ البلد وتالتكم ده يبقى مين؟ حامد القيرواني شيخ الجامع. شوفوا يا عمد وانتوا يا مشايخ، انتوا تبع سلطة الحماية، واي مساعدة للسلطة يجب انها تنفذ فورا بدون اي تأخير ولا لكعة. احنا بنعمل اللي علينا، ولو السلطة عايزانا نخدمها السلطة لازم تساعدنا. وعايز السلطة ازاي تساعدك يا عمدة؟ رجعوا الشباب اللي خطفوهم. العب كله ما فيهوش حد تبع عباس حلمي ولا الباب العالي، والاهالي ما فهموش في السياسة، ما حدش فيهم عارف الدنيا بتهوي ولا بتدوي. شوف يا عمدة، سلطة الحماية هي الوحيدة اللي تعرف الاشخاص دول ممسوكين ليه، وكل اللي نقدر نعمله اننا نسألها، وهنسألها. تقدروا دلوقتي ترجعوا لبلدكم، ولو في حاجة تاني تتعمل احنا هنعملها، مش هنتأخر. بعد إذن سعادتك، إحنا باتين هنا في ريح السيد البدوي لغاية بكرة، وهنيجي نسأل سعادتك تاني، وإن شاء الله نسمع منك خبر خير. انت بتديني انذارات ومواعيد يا شيخ انت؟ شيخ إيه؟ أنت بتشتمني؟ اخلص يا راجل انت، وخد الرجالة معاك وارجعوا مطرح ما جيتوا. أنا مش ماشي من هنا، واللي يحصل يحصل. يلا يا شيخ يونس يلا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يلا بينا يا جماعة. قسما بالله ما تقطع من هنا خطوة واحدة إلا لما أخد حد منه. الراجل المجنون ده يطلع بره المديرية حالا، وتجيبوا لي اسمه بالكامل. اسمي يونس برهان جعفر السخاوي، شيخ بلد بشنين مركز الحمول، وانت اسمك كامل السروجي، وفي بينا حساب وهينتهي عن قريب. يا ولاد الزيطة دي فرح مين؟ ده فرح التليفون يا ابو الحاج، عقبال عندك. بتقول فرح مين؟ التليفون. عقبال عند جمال، جابوا تليفون في دار العمدة، تليفون حكومة. بقى كده، بس التليفونات بتاعت الحكومة ما بتروحش غير للعموديات الكبيرة. وماله؟ بشنين برضو ما هيش شوية يا ابو الحاج. طب انسد كده وانت مش فاهم حاجة. ده لولا النسب الجديد بتاع مصر ما كانش حد سأل فيه ولا في عموديته. كان الكلام اللي سمعناه ده صدق يا ابو الحاج، بيقولوا ان العمدة خطب بنت مصراوية بنت تراكوة. ومنين مصراوية ومنين بنت تراكوة يا ابو مخ زنخ؟ دي شركسية بنت مماليك. شركسية بنت مماليك؟
يا عاد يا جاهل منك ليه؟ هو كل من اتلم على خدامة سرايا يبقى اتجوز اسيادها؟ يا نهار اسود يا اولاد، دول بيقولوا وراها طين، ملوش اول من اخر، غير كمان اخرس يا قليل الادب، امشي نجرته وهو شوفوا شغلكم. جاتكوا البلا فلاحين تنبله. الا من حاجه يا عباد. نعمين يا ابو الحاج. الواد قريبك ده المنجوس خفي راح فين؟ تقصد مين؟ الواد شميس؟ وهو فيه منجوس غيره. بس ده لا قريبي ولا حاجه، بيقولوا انه نزل امبارح العصريه كفر الشيخ مع عبد الله اخو العمده. عبد الله؟ البيه خدوا معاه علشان يوضبوا الدار اللي بيجهزها العمدي للعروسي. عروسة مين يا هلا؟ اهي دي بقى اللي ما بعرفهاش. ناس بيقولوا العروسي للعمده ذات نفسه، وناس تانية بتقول العروسي لشهر اخوه. طب ما تسالوا جنابه، وانتم مش نسايب ولا مش نسايب ولا العمده راجع في كلامه؟ هو مين ده اللي يرجع في كلامه يا طرحيلي يا ابن الطرحيله؟ اني مقصودش، مجامك على راسنا من فوق يا سيدنا، واحنا محاسيبك. علم عبيد بصحيح. زي ما بيقولوا الخير على قدوم الوردين، والتلفون وصل مع الشيخ مجاهد الحسيني والشيخ حسن اخويا. مبروك يا سيدنا، يجعلوا تلفون السعد. منور بلدك يا مولانا شيخ مجاهد. بشنين منوره باهلها. الغدا جاهز يا سيدنا. اتفضل يا شيخ مجاهد، اتفضل يا شيخ حامد، اتفضلوا. واني مش معزوم يا عمده؟ انت اول واحد وكلنا ضيوف عندك، اتفضل. وانت يا مشرقي، فين شيخ البلد؟ باين انه بعافيه من ساعه ما رجعته من طنطا يا سيدنا. خف رجلك وروح اسال عليه، وان قدر يجي هاته معاك. يا شيخ الغفر، ها؟ مالك بلمت كده؟ هو جنابك قلت لي يا شيخ الغفر؟ اول رنه للتلفون واحنا بنجربه كانت اشاره من الحكمدار، والاشاره عندك جوا في اوضه التلفون، روح بص عليها يا شيخ الغفر. اتفضلوا. دخلت بشنين في زفة، وكل اللي كنت خايف منه وحامل همه ما بنلوش أي أثر. حاج أمي خدتني في حضنها، حسيت كأنها بتتمنى رجوعي من زمان. اللي لفت نظري واستغربت له أخويا فتح الله، بقى حاجة تانية خالص في الكام شهر اللي عدوا. بقى عمدة بحج وحقيقي، مالي مركزه والناس هايبينه، محدش عاد مستصغره زي الأول، وكأنه عمدة من 100 سنة. بس سمعت حاجات تانية كتير ما ريحتنيش. اللي سمعته صحيح يا حسن، انت كبرت ما شاء الله في اليومين اللي غبت فيهم عنني، وبقيت راجل. ولازم احكي لك على كل حاجة. احكي لك حكاية شاهر واخوك العمدة. حكاية شاهر اصلح لك تسمعها منه او من اخوك عبد الله. انا عايز احكي لك على حكاية العمدة وجوازته الجاي. يوك بتضحك على ايه يا شيخ حسن؟ اكمني قلت جوازته الجاي، ما هو ده اللي انا عايز اكلمك فيه. اخوك مفيش في دماغه غير حاجة واحدة بس، عارف ايه هي؟ انه يخلي عمودية بشنين اكبر عمودية في المديرية كلها، ويحبسها في سلسال عرفان، والعمد اللي هيجوا بعد كده يبقوا من بيت عرفان، يعني هو وانتوا واحد ورا التاني. وجوازته الجديدة دخلها ايه بالعمودية؟ ما هو العمودية لما تكون زي ما هو عايز لازما من حاجتين، الولد والأرض. الأرض هتجيبها المصراوية، والولد كان نفسي يجيله من خضرة، لكن بنت عزام شايلة، والمصراوية ما نعرفش هتجيب ولا لا. ايوه ياما، بس كده حكاية اخواته دي ما تنفعش، لان اللي بيتمناه وانتي بتتمنيه معاه فتح الله واولاده وبس. سيبك من الإجارة يا مولانا، يعني بصراحة مكسوف أحكيهولك.
اصلك انضف واحد فينا يا ابو علي. بيقولك بقى أنا بحترمك وبهابك أكتر ما بحترم وبهاب الحاجة ست إخواتها والعمدة فتح الله ذات نفسه. مش مصدقني؟ أنت حر، بس لو ليا خطر عندك ما تزنش عليا أحكي لك في اللي فات، ممكن أقول لك على اللي جاي. أنا طلبت من أخويا فتح الله يسفرني كفر الشيخ، والحمد لله وافق وحن عليا وطلع فرمان سلطاني من الباب العالي بإني أروح أعيش هناك. تعيش في كفر الشيخ؟ أيوه، ومالها كفر الشيخ؟ مركز كبير وقريبة من طنطا وتسوق، والعيشة فيها أحسن 100 مرة من بشنين. بس مشكلة يا أبو علي إن هم عايزين يجوزوني هناك، واحدة من بيت المارية. ما سمعتش عنهم يا مولانا؟ خلصتي يا رجيحة؟ جربت يا ستي. عاوزة حاجة؟ عايزاكي تروحي تتغدي مع البنات وتشوفيهم بيشتغلوا في ايه وتشتغلي معاهم، عشان ستك الحاجة ما بتحبش البنت اللي تركن وما تشتغلش في الدار. يا ندمتي، ده انا كنت فاكرة اني مخصوصة عشان هي اللي تقول برضه. دلوقتي تروحي تسلمي نفسك لصديقة، هي الكبيرة اللي بتوزع الشغل وهي الخدامة الخصوصي بتاعت ستك الحاجة. حاضر، اني رايحة. حاسبي يا رجيح. الله، ده انت صاحية. ازيك يا رضوان؟ ازيك انت يا حسن؟ امي وعمتي زمزم فاكرينك نايمه، اصلاني سالت عليكي لما ما ظهرتيش ساعه الغدا. قولي يا حسن، ما عرفتش حاجه؟ حاجه ايه يا رضواني؟ اني ما ملكتش اقعد مع العمده اتكلم معاه في حاجه، والشيخ مجاهد ما بيسيبوش. طب وامي الحاجه؟ برضه يا دوب اتكلمنا في موضوع جوازة العمده الجديده. هو اخويا فتح الله هيتجوز تاني؟ قولي تالت. لا بس المره دي ايه؟ واحده مصراويه فيها عرق تركي ووراها عزب وأطيان وعزوة عثمالي. حلوة يا حسن؟ واني شفتها يا رضواني، بس أكيد مادام فيها عرق تركي تبقى حلوة زي الترقوة. وهو بيحبها؟ حب ايه وكلام فارغ يا رضواني، ده مسخرة. الحب مسخرة يا حسن؟ بقول لك يا رضواني، أصلح لك تشيل الجدع اللي اسمه حماد ده من دماغك خالص. الإنجليز أخدوه يا رضواني، واللي بيروح في ايد الانجليز ما بيرجعش. حرام عليك يا حسن، فلا الله ولا فعل. للدرجة دي؟ الله يعوض عليك يا عوض الصابرين. عايزينه يقعد مع اخوه شاعر في كفر الشيخ. عارف حسن ده رغم صغر سنه لكن ربنا مديله عقل اكبر من سنه بكتير، وضمير نظيف وحي. ونعم بالله يا فتح الله يا ابني، والاخوات لبعض برضه. بس كفر الشيخ ما فيهاش معهد ازهري. هنوديه المدرسه الاميريه، وفي نفس الوقت هنلاقي له عالم من علماء الازهر يوجهه ويقرا معاه في الدين. ما هو مش شرط يعني الازهر وخلاص. العلم موجود في الازهر وبره الازهر وميسور للجميع يا عمده، واللي فيه الخير لاخوك اعمله، دي مسؤوليتك. بالإذن يا جناب العمر. في ايه يا شيخ الغفر؟ عدم المؤاخذة. تسمح لي بكلمة؟ مقبول. هو في حد غريب؟ طيب يا عمده استاذن انا، افوت على الشيخ حامد ان شاء الله، نصلي في الجامع وارجع تاني. وهو كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا شيخ الغفر؟ انت هتبتديها بغباوه كده؟ انت نسيت انك ما بقيتش غفير صغير. لا مش ناس يا جناب العمد، بس انا اعمل ايه لما يجد اللي لازم ابلغه لسعادتك؟ تعمل زي اي شيخ غفر مال هدومه، تستنى لما ما يكونش في حد وتيجي تبلغني، مش تدخل عليا تارس كده وعايز توشوشني. كلام جنابك في محل وتعيش ونتعلم منك. قول، كنت عايز تقول لي ايه؟ في حاجتين. ما تقول الاولانيه. علوان راجع بالغفر اللي معاه، وجالي خبر انه هيوصل بشنين على العشاء بكتير، وباين انه مبيت على نية شهر. عارف، وعامل حسابي على رجعته ومستنيه. مالكش دعوه انت، سيبه لنا. ايه الخبر الثاني ايه؟ في اشاره جت من شوي ولازم جنابك تقراها قبل ما نبلغ اصحابها. ها اهدي. العمدة بشنين يخلى طرف يونس برهان جعفر السخاوي من مشيخة بلدة بشنين، ويعين بدلا منه الششتاوي هلال السخاوي
شيخا للبلد. معقولة؟ ششتاوي؟ يا اهالي عزبة السخاوي الاجاويد اسمعوا واو، سامعيني؟ انت تقول اللي انت عاوزه ششتاوي حبيبي، مش مهم حد يسمع، المهم انت تقول. وانت بتنحشر ليه بيني وبين ولاد بلد يا حرة الخواجات؟ روح يا جدع انت، المعلم بتاعي دوت ابن بلد اكتر منك. سامع السنكوح اللي بيخدم على زمايلك صوته طلع على سياده. بردون ششتاوي بيه، حقك عليا. روح يا عليه وروح بعيد. حاضر يا خواجه. ده اللي انت قدرت عليه، روح يا عليه وروح. هخصم من المهيه بتاعه قرشين ساعه. اهو كده الادب فضلوه على قله الادب، والمره تروح تجيب لي عصير حامض من البرميل اللي تحت البنك. بس كده الحساب تقل والنوته اتملت ششتاوي بيه. يرجع مرجوع لي يا اهالي السخاويه الاجاويد، سامعني؟ طب سمعني، قول لنا اخبار بلاد بره يا ششتاوي. بلاد بره ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نعرف اخبار السلطان الجديد. قال صحيح السلطان ده يبقى عم الخديوي عباس اللي راح ولا رجع؟ بالراحه علي، واحده واحده، ولا على راي الشاعر اللي انا نسيت اسمه، ما لكم تكعكعتم كتنزيجنا. يلا هيا افرنكاو. اهدي، انت هتكلمنا بالنحوي تاني يا بششتاوي. ماله النحو يا ولا؟ ماله؟ عايز اكلمك بايه يعني؟ انا جايب لكم اخبار طازه، اخبار من لندن عن الحرب. مش عايزين حاجه من جهه الانجليز. طلبك ششتاوي بايه؟ بس كده النوتة اتقفلت والحساب بقى 160 قرش بالتمام والكمال. جنابك ادفع ولا اعمل كمبيالة. مالك تكتكت عليا تخم على ابن زيجنا يا رمة يا ابن الرمة، روح. اهلا وسهلا يا ابو الحاج، اتفضل. هو في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا شيخ حامد. اهلا يا حاج عبد الخالق. ازيك يا حاج يونس؟ اهلا وسهلا يا حاج. ازيك يا شيخ مجاهد؟ الحمد لله. ازيك انت؟ بقى يا راجل تنزل بشنين ولا تسألش ولا تقول ازور ابن عمي. طب والله كنت ناوي ازورك النهارده بعد صلاه العشاء، حتى اسال الشيخ حامد. حاصل، وانا كنت جاي وياه. تنوروا وتشرفوا. اتفضلوا استريحوا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا يا ابو عوف. مرحبا بك يا كبير الحسيني. ما عادش فيها كبير بعد جوز بنتك مركب. امال هو فين؟ وايه سبب اللمه دي؟ ده الواد شهاب الغفير قال لي العمده عايزك حالا، انت رابط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجمالك يا عمده، ما تاخذنيش، ركبي بعيد عنك وعن السامعين، علق عليا شويه. سلامتك يا حاج. اتفضلوا استريحوا. وانت يا شيخ الغفر روح اقعد عندك هنا. امر جنابك يا عم. بالحاج مبروك مشيخة الغفر يا ابنة عيلة. الله يبارك فيك يا حاج. بمناسبة المشيخة خلينا نخش في الموضوع اللي جمعتكم علشان اشاوركم فيه. انا النهارده ومن ساعتين بس وصل لي اشارة من الحكمدارية، والاشارة دي تخصك انت يا شيخ البلد. تخصني؟ خير، اللهم اجعله خير. الكلام ده كله هنا في الجورنال ده اهو الاسطول الانجليزي غلب العثمانية، غلبها ايوه، وضربهم علقه ممكن، علقه من اللي هي في بلد اسمها ايه ششتناوي، اسمها غالي بيه. لا مش غالي بيه، اهو في الجورنال. غالي بولي. برافو، انجليز تمام. ما انت هتقول ايه غير كده؟ ما انت جريجي رمي جنس نمرود. بقول لك ايه خواجه، بس بلاد الاسلام هتنتصر في الاخر. اسلام مش في الحرب يا ليوه. ازاي خواجه؟ عم ششتاوي لسه بيقول ان الاسطول العثماني في البلد اللي اسمها ايه دي؟ عثمانية خلاص يا ليوه، مش مسلمين، دول اوروبويه. انت بتبحتش بتقول ايه يا خواجه؟ لما العثمانية مش مسلمين، امال مين مسلمين؟ والسلطان محمد ده امير على مؤمنين مين يعني؟ انت اللي امير يا بيه، ومستعد اقول لك سلطان كمان، بس ادفع الانجراره اللي عليك. شوف بقى يا بولتس الكلب انت، عشان يكملوا 2 جنيه حضر لي وجه اخدها معايا البيت، لاني مش هنزل الليله دي، هقعد اقرا الجرانيل اللي جات لي من المنصوره. وال2 جنيه حين ميسره. دي ايه المسخره دي؟ الششتاوي لا شيخ بلدنا،
تبقى جرصه في الناحيه كلها ونبقى معيره الخالق. أنا ببعد كتير عن بشرين، لكن اللي افتكره عن الششتاوي دي يخلي الكلام اللي سمعناه دلوقتي كلام ناس مجانين. ده راجل هوزج من يوم ضيع ورثه على الصرماح، ولولا اخوانه وقفوا له كان زمانه باع ارضه وسمعته بقت من هنا لما الثلاث مديريات اللي حوالينا انه راجل هايس بتاع كوبايه وما وراهوش غير الجاري ورا الحريم. ما كلنا عارفين الكلام ده يا حاج عبد الرحمن، والعمده عارف قبليني. الله، سكت ليه يا فتح الله؟ استنى اسمع رأي صاحب الرمة. قلت ايه يا شيخ البلد؟ شيخ البلد؟ ماني خلاص يا سيدنا، ما عدتش شيخ بلد ولا حاجه. ما حدش هيكون شيخ بلد الا بموافقتي انا. وانت هتجاوح الحكومه يا عمده؟ انت يا دوب عبد المأمون. وانا مش عايز اسبب لك مشاكل يا عمده، ولا اكون سبب في غضب الرؤيس عليك. انت عارف زي وزي الشيخ حامد ان اللي حصل ده علشان وقفة المرجلة والجدعنة اللي انت وقفتها مع وكيل المديرية، واني ما بقاش عمدة لو اتخليت عنك، واني مسافر ومش هرجع الا ومعايا حل للاشكال ده. ايوه يا عمده، بس مدير المديريه مسافر بره زي ما قالوا لنا. انا مش مسافر طنطا، انا رايح المحروسة وهجيبها من العتبة العالية قوي. نجوم كتير ومفيش جمرة، والصنف زي منجوع البراطيش. ايه اللي مقعدك في البلد دي يا ششتاوي؟ ايه اللي جابك يا حدك في حي مش حيك؟ لا الدنيا دي دنيتك ولا الزمن خيك. في الزجوم يا ششتاوي، شوف لك مطرح تاني. عندك المنصورة وطنطا وكفر الشيخ وكل بلد عندك متوي. يا ششتاوي بيه، يا ششتاوي بيه، زي ما يكون حد بينده. يابا ششتاوي. مين؟ أنا رمضان الغفير يابا ششتاوي. وعايز ايه يا رمضان الغفير من ابوك الششتاوي؟ مش أنا اللي عايز عدم المؤاخذة. مولانا الشيخ حامد إمام جامع القرواني مستنيك ضروري بعد صلاة العشاء. وعايز مني ايه يا شيخ الجامع؟ ما عنديش علم، أنا حيالله مرسال. طب يا مرسال، بس انت قلت لي اسمك رمضان، امال مرسال ده ايه؟ ربنا يبسطك كمان وكمان. سلام عليكم يابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا العيشة فاضل عليها كتير؟ مفيش حد نسأله؟ يا خالي العيشة امتى؟ ازيك يا ششتاوي؟ حرما يا مولانا. جمع ان شاء الله. ما صليتش معانا العشاء ليه يا ششتاوي؟ مرسالك جالي غفلة ما لحقتش استعد. كويس انك خدت بالك، ريحتك فجة. مين؟ كنت هطفش كل اللي في الجامع. كنت عايزني فيها يا مولانا؟ انت ما وصلتكش الاخبار؟ اخبار الحرب ولا اخبار السلطان الجديد؟ لا وانت الصادق، اخبار شيخ البلد الجديد. شيخ البلد الجديد؟ ومال الشيخ يونس؟ شالوه وعينوا غيره. بالك عينوا مين يا ششتاوي؟ عينوك انت. أني؟ ما ينفعش. طيب حيث كده تعالى معايا للعمدة وقول له الكلام ده وتكتب استعفاء عنده. يلا هم قدامي. الشيخ حامد جاي وجايب الششتاوي معاه. خليهم يتفضلوا. اتفضل اتفضل يا شيخ حامد اتفضل. ادخل يا ششتاوي بالإذن يا عمدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سي ششتاوي؟ لقيته فين ده؟ ما شفناهوش في صلاة العشاء. اصلي ما كنتش متوضي وفضلت مستني جنابك، بس جنابك خرجت بسرعه. أنا اتحددت مع الششتاوي وجبته عشان يكتب الاستعفاء ويمضي عليه، ونبعته بكره مع غفير البسطة يسلمه للمديرية. طب مش ترتاحوا الأول وبعدين نتكلم؟ أنا فعلا وافقت الشيخ حامد على كل اللي قاله، وأبويا الشيخ يونس له أفضال كبيرة عليا، ده غير إنه كبير السخاوية ومفيش حد في الدنيا يملى مكانه. لا موزون يا ششتاوي. بس رجعت توزينه تاني واحنا راجعين من الجامع لدرك العمده، وقلت في عقل بالي افرض يا ششتاوي، افرض يعني استعفيت زي ما قال لك الشيخ حامد وروح معين واحد بدالك، وبعدين بعد ما جرب الشيخ فتحي الشيخ يونس يبقى اللي اكيد مش قاعد، ويمكن اللي يجيبوه دي اللي هيجيبوه يطلع نمرود وابن النمردي، يبقى زي الحال بقى يا عمده. الله 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 الله. جرى ايه يا ششتاوي؟
هو كلام عيال ولا ايه؟ سيبه يا شيخ حامد، خليه يقول كل اللي عنده. شايف كلام العمد؟ كلام الناس ما خيبش عنك يا عمدي. رسينا على برك يا ششتاوي. اني حبقى شيخ بلد بتاع الحكومه، منظر بس شيخ البلد الحقيقي هيبقى الشيخ يونس، وهو اللي يعمل كل حاجه. زاغت في عينه ابن هلال السخاوي. يعني مش هتتنازل وتمضي الاستعفاء؟ أنا ماليش تقل على حاجه يا عمدي. يمكن ربنا ريد يصلح حالي وحط لي مشيخه البلد دي عشان ابين كرامه. اني هبقى شيخ بلد بتاع الحكومه، منظر بس شيخ البلد الحقيقي هيبقى الشيخ يونس، وهو اللي يعمل كل حاجه. زاغت في عينه ابن هلال السخاوي. يعني مش هتتنازل وتمضي الاستعفاء؟ أنا ماليش تقل على حاجه يا عمدي. يمكن ربنا ريد يصلح حالي وحط لي مشيخه البلد دي عشان ابين كرامه، بس هبين كرامه، وكتاب الله لبين كرامه، وحياتك انت يا عمده لبين كرامه، ولحد ابن الراجل ده اهو هبين كرامه اهو. هتشوف اهو ان بينت كرامه بقى ما بقاش الشتاوي، وحياتك انت هبين كرامه. سلام عليكم، هبين كرامه. هتسيبه يعمل شيخ بلد بصحيح يا عمده؟ أنا سبتك تتفاهم معه، لكن هو شبط فيه. مش هينفع إلا مشوار مصر.